السلام عليكم ورحمة الله أعزائي أولياء الأمور وكمان حبايب قلبي الصف الرابع الابتدائي. يا رب يكونوا خير يا شباب. النهارده إن شاء الله يا جماعة استكمالا ليونت 7 الوحدة السابعة إن شاء الله. هنكمل بإذن الله بقية الدروس. الحمد لله يا جماعة احنا خدنا ليسون 1 و 2 والنهارده ميعادنا مع ليسون 3 الدرس الثالث إن شاء الله شباب في الوحدة السابعة اللي هي أول واحدة في الترم الثاني. إن شاء الله كمان هسيب لك رابط ليسون 1 و 2 في صندوق الوصف تحت عشان تتابع معايا بقيه الوحده والدروس الترم الثاني كلها ان شاء الله. طبعا يا جماعه في خلال الفيديو النهارده ان شاء الله هناخد 4 حاجات اللي هم بتوع الدرس كلته. ان شاء الله هنغطي الدرس كلته كل حاجه فيه. اول حاجه بالفوكابري اهم الكلمات وهننطق مع بعض يا جماعه بنطق سليم ان شاء الله. بعد كده هناخد الجريمر او القاعده ان شاء الله بتاعه الدرس الثالث اللي هو الماضي البسيط الباست سيمبل وتفصيل كل حاجه فيه. وكمان هناخد درس الريدنج اللي هو درس القراءة إن شاء الله. وطبعا بتاع صندوق جدي والذكريات الجميلة هناخد في درس الريدنج النهارده إن شاء الله. ونختمها بإكسرسايز خفيف خالص إن شاء الله على الدرس كله عشان نقيم حبايبنا الأبطال فهموا الدرس ولا لأ ولا في مشكلة عايزين يسألوا فيها. أول حاجة على بركة الله نبدأ على طول بالكلمات وتحاول تردد معايا يا بطل ما تقعدش كده. أول حاجة box of memories. box of memories معناه صندوق الذكريات. metal box. metal box يعني صندوق معدني. كلمة جديدة يا جماعة. space. space. space معناه فضاء أو فراغ. حتة فاضية وكده. ground. ground يعني أرض. سهلة أوي يا جماعة. نقول كمان مرة شباب. box of memories. metal box. space. ground. ground. اما كلمه بقى كلمه فضولي او محب للاستطلاع اسمها curious. curious يا جماعه واحد بيحب يسال في كل حاجه وايه عنده فضول كده. visitors. visitors طبعا معناها زائرين. طبعا جاي من الفعل visit يزور. تمام. wonder. wonder بمعنى يتعجب او يتساءل زي حتى صاحبنا في الصوره هو ايه بيستغربوا كده. dig. dig طبعا dig يعني يحفر يا جماعه قريبه شويه من كلمه بيج بس حرف البي والدي. تمام. بيري يدفن. بيري. بيري يا جماعه يدفن. بول اوت. بول اوت. بول اوت بمعنى يجر او يستخرج بيطلع حاجه ايه من تحت الارض. يبقى curious visitors wonder bury وكمان بول اوت يخرج او يجر. عندك كلمه مثار او فرحان وكده excited. excited. excited يعني هادي وفرحان او واحد ايه مثار وكده. quiet. quiet كلمه حلوه قوي يا جماعه يعني هادي. ولك حتى بي quiet اهدى شويه. smile ابتسامه او يبتسم تيجي معاها طبعا بتيجي فيرب وكمان نون يبتسم وابتسامه صح الاثنين. rude يعني طريق. rude. rude. trucks. trucks طبعا شاحنات عربيات نقل كبيره طبعا مفردها truck يعني شاحنه. now. now يعني الآن. كمان مرة أبطال. excited. quiet. smile. rude. trucks. now. now يعني الآن. لسه يا جماعة برضك في شوية كلمات بساط خالص وصغير خالص عشان يكون ايه غطينا كل الكلمات اللي في الدرس يا جماعة. games كلمة قديمة يا جماعة يعني ألعاب. games. games وكلمة مواد دراسية subjects. subjects اللي هي طبعا زي مثلا السوشيال والساينس والماس والارابيك والحاجات دي يا جماعه كده. on your way home. on your way home في طريقك للبيت. then يعني حينئذ. then حينئذ كلمه جميله جدا هناخدها ان شاء الله في درس الريدنج. in the past. in the past يعني في الماضي. وكمان عندنا كلمه اسمها where. where طبعا حيث. طبعا يا جماعه ساعات بتيجي كلمه استفهام بمعنى اين لسؤال المكان وخد بالك من حرف الاتش سايلنت. where تقول ايه where لا where على طول بمعنى حيث. اما بالنسبه بقى للافعال بتاعه الدرس النهارده بقى مهمه جدا جدا عشان النهارده هناخد ان شاء الله الايه الماضي البسيط ونشرحه بالتفصيل. regular verbs افعال المنتظمه. افعال منتظمه يا مستر يعني بنحط اخرها دي واي دي هي ابطال عشان نحولها الى الباست الى الماضي. مثلا عندك كلمه wonder يتعجب او يتساءل. طب الماضي wondered اي دي عشان يا جماعه فعل منتظم نحط اخره على طول اي دي. cross.
يعني يعبر طريق، يعدي. طبعا ماضيها crossed، عبر. شوف يا جماعه حطها بس اخرها اي دي تبقى ماضي. play played يلعب لعبه. شوف اخرها اي دي على طول اهي. كل الافعال كلها في الماضي عشان كلها افعال منتظمه بسيط جدا. walk walked، طبعا حرف اللي silent تنساش. want wanted يعني يريد او يرغب، يبقى wanted يعني اراد. wanted حلو والله. start كلمة حلوة قوي. start started يبدأ بدأ، اخرها اي دي عشان كلها في الباست سيمبل في الماضي يا شباب. pull out pulled out يستخرج استخرج. bury buried يدفن دفن. بس هنا يا جماعه شلنا حرف الواي وحطينا بداله اي اي دي علشان بس قبل الواي حرف ساكن. هناخده بالتفصيل ان شاء الله يا جماعه في درس الجرامر دلوقتي. study studied يذاكر ذاكر. imagine يتخيل. imagined تخيل. الله، افعال كلها جميله جدا يا ابطال. لكن بقى المشكله شويه في الافعال اسمها ايه؟ irregular verbs اللي هي افعال الغير منتظمه. يا جماعه اللي هي مخاصمه الافعال المنتظمه بقى. المنتظمه بنحط دي واي دي، لكن شاذه بتتحفظ زي ما هي. يا جماعه عايزين حفظ ابطال جامد. اول حاجه مثلا verb to be اللي هو am و is و are في الباست او في الماضي بتبقى عباره عن was او were. خد بالك عشان ناخد بالتفصيل النهارده ان شاء الله، وهناخد عليها تمارين كتير قوي يا جماعه. كلمه grew up يكبر كبر. dig dug يحفر حفر. get up get up يستيقظ استيقظ. felt يشعر شعر. put دي سهله يا جماعه خالص، هي الماضي والمضارع هي زي بعض. وعندك sit down يعني جلس. sat سهله قوي. واخيرا saw يرى. saw راى. دي يا جماعه افعال ايه؟ الافعال الشاذه او الغير منتظمه يا جماعه. عايزين حفظ مهم جدا يا ابطال. دلوقتي يا جماعه مع الفقره بقى اللي احنا كنا بنستناه يا جماعه، مس انشراح. الفقره الجميله جدا اللي بتيجي عشان تدينا ايه؟ درس الريدنج. بتقول لك ايه بقى؟ read and learn يعني اقرا وتعلم معايا مع مس انشراح. يا ترى النهارده هناخد ايه بقى في درس الريدنج يا مس انشراح؟ بتقول لك يا اولاد النهارده هناخد الجراندبا and his box of memories. grandpa يعني الجد and his box of memories يعني صندوق ذكرياته. درس النهارده جميل خالص يا شباب، ودرس ريدنج وهنطلع عليه طبعا افكار جميله جدا. لكن ركز معايا بطل في الكلام دوت، وهنقول ونترجم كل حاجه فيه. طيب على بركه الله نبدا كده يا جماعه درس الريدنج النهارده. يلا. look this was my street. grandpa was very excited. يا جماعه شو يا جماعه اهي الكلام دي معناه يا مستر دوت. هقول لك حاضر، انزل يا معلم بالترجمه اهو. الترجمه بتقول لك بقى ايه؟ بيقول لك ايه؟ انظر يا جماعه. بيقول لك ايه؟ لوك يا جماعه. بيقول لك ايه؟ انظر هذا كان شارعي. طبعا الجد كان ايه؟ فرحان للغايه يا جماعه. was very excited فرحان جدا. جده طبعا يا جماعه بيفتكر الذكريات القديمه قوي لما دخل الشارع بتاعهم. we were in the village where he grew up. يا جماعه بيقول لك ايه؟ نحن كنا في قريه حيث كبر فيها. جدي كان موجود في القريه ديت لما كبر وبقى ايه؟ راجل عجوز وكده. It's near the closey of ميمون. منون يا جماعه اللي هو طبعا اللي هو تمثال ممنون مشهور جدا يا جماعه موجود في القاهره عندنا هنا، انها قريبه جدا من تمثال ممنون. اوكي. It was very quiet when I lived here said grandpa. يا جماعه يعني ايه؟ بيقول لك ايه؟ it was very quiet يعني المكان هنا كان هادي جدا. quiet لما كان ايه؟ عندما كان اعيش هنا. دي الجد بيتكلم. now there are a lots of visitors from all around the world. يعني ايه؟ شوف الجد يا جماعه بيكمل كلامه. الان يوجد الكثير من الزائرين من كل انحاء العالم. from all around the world. طبعا مع تمثال ممنون طبعا مشهور جدا، وتماثيل بقى واهرامات وحاجات حلوه، وهنا ايه؟ ناس كلها سياح بيجي يزوروها. تمام. بيقول لك بقى ايه؟ نكمل يا جماعه برضه درس الريدنج اهوت. That's where my friend lived. We played football on this street.
شباب بيفتكر بقى المكان ايه مع اصحابه وجدي بقى وكان بيلعب كوره وكده. بيقول لك ايه هذا المكان يا جماعه، طبعا جدي اهو بيحكي ذكرياته القديمه، حيث كان يعيش صديقي وكنا نلعب بكرة القدم في هذا الشارع يا جماعه on this street. اوكي. There were no cars then يا جماعه طبعا بيقول لك بقى ما كانش فيه، لم يكن there were no لم يكن هناك سيارات حينئذ. طبعا الدنيا ايام زمان يا جماعه كانت هاديه، ولا فيها عربيات بقى وشاحنات ولا الحاجات دي خالص، كانت كل الدنيا هاديه. Grandpa looked right and left and he crossed the road. يعني ايه يا جماعه؟ شوفوا يا جماعه قبل ما يعدي الطريق كان ايه؟ بيبص يمين وشمال عشان يعدي الطريق. شو يا جماعه؟ عشان طبعا حاجات من حاجات الامان يا جماعه، طبعا المفروض يا جماعه كده. The road had lots of trucks and cars. دول يا جماعه شو الطرق بقى ايه؟ للاسف كان هناك الكثير من الشاحنات والسيارات في الطريق. يا جماعه طبعا هنشرح باذن الله بالتفصيل الواز والوير بالتفصيل النهارده ان شاء الله في درس الريدنج او في درس الجرامر بتاع الباست سيمبل. عربيات بقى يا جماعه وشاحنات، فلازم نبص يمين وشمال. And this يا جماعه is where I lived. We looked at the space يا جماعه and this وفي هذا المكان يا جماعه شو بقى؟ بقول لك ايه؟ where I lived يعني هنا يا جماعه and this حيث كنت اعيش. طبعا جدي بيتكلم. نظرنا الى الفراغ، فراغ يا جماعه يعني الارض كانت ايه؟ فاضيه خالص بقى، مكان واسع بقى ايام زمان وكده. There was no house, there was only grass and one big tree. بس لم يكن هناك منزل، ما كانش في هناك ولا بيت، كان فقط الحشائش الخضرة وجميلة، وكانت شجرة بس هي واحدة كبيرة في المنطقة كلها. يعني بقول لك منطقة كانت هادية جدا. I wonder it was so many years ago. يا جماعة أنا متعجبا لقد كان منذ سنوات عديدة مضت. يا جماعة years ago الكلام ده إيه؟ أيام زمان خالص، الدنيا كانت هادية خالص ولا في عربيات بقى، وكانت إيه في مساحات كبيرة وحشائش جميلة وأشجار وكده. Grandpa looked at the tree. بص للشجرة. Grandpa walked to the tree and he looked at the ground. حاجة غريبة جدا. ايه بقى؟ فين بقى صندوق ذكريات بقى على اسم عنوان؟ شوف يا سيدي ولسه الكلام اهو. نظر الجد الى الشجرة ومشى الجد ناحية الشجرة. نظر الى الارض. ده الظاهر الشجرة دي كانت علامة، الظاهر مخبي حاجة تحتها. Then he started digging. شو معاه؟ He pulled out an old metal box. الله، ده صندوق معدني اهو. بدأ الحفر واستخرج صندوق معدني قديم من تحت الشجرة مع اللي هو ايه؟ كان جده معلمها. he had a big smile on his face. فجأة كان جد عنده ابتسامة كبيرة عريضة كده تعلو وجهه. على ايه؟ وشه كده كبير يا جماعة وشكله فرحان. look هو بيقول اهو he was very excited. we were 8 years old when we buried this. كان عنده 8 سنين لما كان ايه؟ دفن الحاجات ديت. كان فرحان جدا، كان عمرنا 8 سنوات عندما قمنا بدفن هذا الصندوق، هو وصديقه يا جماعه عنده 8 سنين. Let's sit down and look inside the box. تعال نقعد بقى ونفتح البوكس ونشوف ايه يا ترى فيه ايه. هيا نجلس وننظر داخل الصندوق. يا ترى الصندوق فيه ايه بقى؟ مجوهرات ولا لؤلؤ ولا مرجان ولا ذهب؟ يا سلام. Yes please I said I am very curious. ايوه يا جدو افتح يلا وورينا. انا ايه؟ شوف يا جماعه انا قلت ايه؟ قال لنا ايه؟ متطلع الى ذلك، او عندنا فضول، عنده حب استطلاع، نفسي اشوف ايه اللي انت كنت مخبيه من طبعا وانت عندك 8 سنين في هذا الصندوق. الريدنج السهل خلاص يا جماعه، تحاولوا تسمعوا كام مره وان شاء الله نكمل درس الجرامر. يلا بينا دلوقتي يا شباب. معانا ان شاء الله ميعادنا مع الجريمر او القاعده بتاعه الوحده السبعه يا جماعه، اللي احنا اتفقنا يا جماعه اللي هي اول واحده في الترم الثاني. طبعا يا جماعه بيتكلم ان شاء الله الجرامر اساسي عن حاجه اسمها الباست سيمبل. باست سيمبل اللي هو زمن الماضي البسيط. طبعا يا شباب عملوا احصائيه في جامعه كامبريدج وجدوا ان الماضي البسيط هو اكتر زمن استخداما في الانجليزيه. طب بيتكون من ايه يا مستر وعامل ازاي؟ بص يا سيدي وشوف كده وراه. يتكون الماضي البسيط من التصريف الثاني للفعل، وتنقسم الافعال الى حاجتين.
طب معلش يا مستر، ويعني ايه التصريف التاني وايه الافعال اللي بتنقسم ديت؟ انا مش فاهم حاجه. بص يا سيدي وصلى على النبي. اول حاجه الافعال دي عباره عن حاجتين، في افعال اسمها افعال منتظمه، ركز معايا عشان الحاجات دي تفضل معاك لحد ثالثه ثانوي كمان، كل سنه بيتكرر على طول ماضي بسيط. في عندي فعلين افعال منتظمه، ولكن هي الافعال اللي على طول بنضيف لاخرها اي دي، وساعات دي وساعات اي اي دي، لكن بنحط لاخرها اي دي عشان نحول الماضي. عندك ازاي يا مستر؟ بص يا معلم كده، بص يا بطل، كلين يعني ينظف، عايز اقول نظفه، بص هقول كليند. ها طب لاحظ ايه؟ حطينا اخرها اي دي اهو بمعنى نظفه، سهله قوي. ها فيزيت يعني يزور، طب عاوز اخليها في الماضي اقول زاره، شوفوا ليه؟ فيزيتد. ها اخرها ايه يا جماعه؟ ها اخرها اي دي اهو، كل فعل حط اخره دي او اي دي، وساعات اي اي دي. طب معلش يا مستر، هو امتى احط اي اي دي؟ عشان الفيرب يتحول الى الباست سيمبل. بص يا معلم النوتس الجميله قوي دي، ولكن اذا انتهى الفعل، لو الفعل كان اخره حرف الواي، حرف الواي شباب وقبله على طول حرف ساكن كونسونانت، بنحذف حرف الواي ونضيف بداله اي اي دي. ازاي يا مستر؟ مش فاهم بكده برضه. شوف من شويه خدنا حاجه اسمها بيري، حاجه جماعه في الكلمات في بدايه الفيديو، بيري كانت معناه يدفن، شوف اخرها واي اهي وقبلها حرف الار، حرف كونسونانت، حرف ساكن اهو. قال لك بنحذف الواي ونحط بداله اي اي دي، فتبقى عامله ازاي؟ اسمها بيريد اهي. شفنا يا جماعه شلنا الواي حطينا اي اي دي بدل الواي عشان قبلها حرف ايه؟ كونسونانت، حرف ساكن. استادي مشهور قوي يا جماعه، يذاكر او يدرس، او حرف الواي وقبله حرف الدي، حرف كونسونانت، حرف ساكن، هنشيل الواي وحاطين اي اي دي كمان اهو. شوف بالظبط، جميله قوي اهو، بنحذف الواي ونحط هنا اي اي دي لو كان قبلها حرف ساكن. طيب دلوقتي طبعا في اكيد هيجي في ذهنك، طب افرض يا مستر لو كان حرف الواي بقى وقبله حرف فاولز، حرف متحرك. الحروف المتحركه يا شباب فاكرينها، اللي هو ا اي اي او يو، ا اي اي او يو. قال ساعتها بقى ولا نحذف ولا اي حاجه، هنحط ايدي عادي خالص. عندك بلاي، الفعل بلاي يلعب اهو، حرف الواي وقبله حرف الاي طبعا حرف الاي حرف طبعا هنا فاولز متحرك، ما حطنا، شوف ما حذفناش اي حاجه خالص، حطينا ايدي على طول اهي، بلايت عادي جدا، يلعب لاعبه. عندك ستاي اهو، شوف ستاي يعني يقيم او يمكث، اخرها واي وقبل واي حرف الاي حرف فاولز مش كونسونانت، ما هو الساكن، فقال لك ولا تحذف ولا اي حاجه، حط على طول ايه؟ اي دي. شوف سهله جدا جدا. ادي الماضي البسيط يا شباب، او افعال منتظمه بنحط اخره دي او اي دي او ساعات اي اي دي، وقلنا امتى نحط اي اي دي. النوع الثاني بقى يا بطل عند الافعال الغير منتظمه، يبقى خدنا افعال منتظمه regular verbs، والافعال الغير منتظمه irregular verbs او بنسميها افعال شاذه زي ما في ناس بيحبوا يسموها يا جماعه. هي الافعال بقى التي لا يضاف لها الفعل، ما بنحطلوش اي دي. قال لا امال ايه يا مستر، عايزين نخليه في الماضي نعمل فيه يعني؟ لا لازم نحفظه. دي اسمها افعال شاذه. شاذ يعني ايه؟ يعني مخاصمه المجموعه اللي فوق. يعني مش فاهم يا مستر، هفهمها لك بالراحه. عندك كلمه جو يعني يذهب. الفعل جو يذهب يا جماعه لو انت مثلا حبيت تحط مثلا خليه في الماضي، طبعا في ناس يقول لك سهله يا مستر اهي نحط جويد، هقول لك للاسف مفيش حاجه اسمها جويد. لا معقول والله يا مستر؟ لا امال ايه؟ هقول لك دي عامله ازاي بالظبط، زي مثلا الحمار كده، تيجي مثلا تركب وراه مثلا حرف الاي دي ولا حاجه يقوم رافس على طول. لا في يا عم؟ قالك لا انا ما بقبلش حد ابدا يركب ورايا. امال ايه؟ عايزين نخليك في الماضي. قالك انا معايا اخويا في الماضي، احفظه بالظبط زي ما انت حافظني. طب اخوك اسمه ايه؟ اسمه ويند. جو مضاها ويند. شوف ما ينفعش خالص نركب اخره اي دي، على طول يزعل على طول. فجو مضى وينت، يذهب ذهب. افعال كتير جدا يا جماعه. عندك كلمه run يجري، ران شوف يجري، جرى شوف حرف اليو اتحول لايه، ولا حطينا ولا اي دي ولا اي حاجه خالص. افعال شاذه يعني مخاصمه الافعال اللي فوق ما يتحطش اخر اي دي. انا مجمع لك في المربع الجميل ده بقى مجموعه افعال مهمه قوي هتفيدك قوي السنه دي. عندك اهمها جو مضى وينت اهي، شوف هنا جو من الناحيه الثانيه وينت. كمان فعل مثلا ايت ياكل، شوف
شو عامله زي ate ate يعني اكل. عندك الفعل بلاي مشهور قوي عندك السنه دي عباره بلاي دي طبعا فعل منتظم حاجه معاه اخره اي دي سهل قوي. سليب ده فعل شاذ يا مستر. سليب سليبت جميل قوي. سليب سليبت سليب سليبت ينام نام. عندك الفعل سي يرى سي مضى saw اس اي دبليو بمعنى رأى. الفعل كمان drink يشرب احفظها يا شباب drink drunk يشرب شريبه. عندك الفعل برضك verb to be هناخده تفصيل عشان مركز عليه قوي قوي في الوحده النهارده يا جماعه. verb to be يبقى was او were اللي هو am و is و are. عندك الفيرب have يمتلك او يتناول الماضي بتاعها had. الفعل كمان meet يعني يقابل مش معناه لحمه يا جماعه لحمه MEA لكن MEEE يقابل ومضى مت قابل. الفعل كمان call بمعنى ينادي او يتصل ومضاها called دي فعل منتظم اخره اي دي. اما الفعل الاخير walk يعني يمشي او يسير مضاها walked برضه يا جماعه فعل منتظم عشان اخره اي دي. دي يا جماعه مجموعه افعال مهمه قوي يا ريت تحفظها معاها او ان شاء الله حتى تاخدها سكرين شوت هتفيدك طول السنه ان شااء الله. طب يا مستر معلش ادينا مثال كده الله يبارك لك عشان بس ما نتوهش منك. بص كده يا بطل ولكن example we played football in the street. we played football in the street. انت ملاحظ الفعل هنا اخره ايه؟ played اخره اي دي يعني ايه؟ يلعب؟ لا معناه لعبنا في الماضي صح. لعبنا كرة قدم في هذا الشارع. شوف يا جماعه اخره اي دي معناه لاعبا. طيب معلش يا مستر كمان اكزامبل. حاضر اهو just another example كمان مثال. our street شارعنا المثال يا جماعه دي موجود عندك في كتاب الوزاره. our street شارعنا was quite many years ago. our street was هنا يا جماعه اللي هو verb to be وهنا يا جماعه نشرحها بالتفصيل عشان مركز عليها قوي النهارده. طب معلش يا مستر ايه واز ديت مش فاهم برضك. شوف يا معلم قدامك الصوره اهيت هنا واز. شوف واز يا جماعه واز هنا مع المفرد دايما بمعنى كان او كنت بتيجي مع ضمائر المفرد زي مثلا الاي والهي والشي والات. اي واز هي واز او حتى شي واز يعني هي كانت او ات واز. كل يا جماعه افعال مع واز بمعنى كان او كانت. طيب عندك الفعل التاني بقى وير اللي هي الجامعه يعني كانوا او كنا. يقول لك مثلا you were we were they were يعني هم كانوا. علشان كده لو بصيت يا جماعه في المثال بتاع اور ستريت قدامك اهو قلت ايه؟ اور ستريت واز كوايت. انا حاطط هنا واز ليه مستر ليه مفرد صح؟ ايوه عشان خاطر ستريت شارع في اول الجمله. ستريت شارع يا جماعه طبعا غير عاقل اكن ات يا جماعه عشان قلنا ايه الاي والهي والشي والات مع الواز. جميل قوي ما شاء الله يا جماعه مكملين اهوت. طيب الكي ووردز يعني ايه كي ووردز يا مستر؟ الكلمات المفتاحيه اللي بتدل على الماضي. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه الكلمه لما نشوفها في الجمله نعرف على طول الجمله دي في الماضي ولا مضارع ولا مستقبل. شوف اول كلمه اسمها yesterday. لو شفت في الجمله يا جماعه yesterday تعرف على طول ان الجمله في الماضي. كمان عندك اسمها last حاجه معاه كلمه last طبعا معاه بيجي بعدها على طول فتره زمنيه. last week last month last year last summer الصيف اللي فات الشهر اللي فات كده. كمان عندك ago ده ما تيجي اخر الجمله يا جماعه بمعنى منذ فتره ماضيه. وكلمه once يعني ذات مره يبقى yesterday last ago. الله ده عامله زي اغنيه yesterday last ago وكلمه once حاجه معاه اي كلمه من دول شفتها في الجمله تعرف على طول جوه في الماضي. طب بسرعه يا مستر حاله بمثال. شوف يا معلم بقى شوف مين اللي شاطر يحله. هو شوف هفسره واحده واحده. he not in the village last weekend. he يا ترى نختار يا جماعه he are ولا he were ولا he was ولا he is. بص الاول الجمله انت عندك ايه هنا؟ عندك كلمه لاست طبعا مع كلمه لاست قلنا من شويه من كلمات الماضي يعني اكيد مش ار دي خلاص اوت. واكيد برضك مش از عشان الاز والار طبعا بريزنت مضارع انا عايز حاجه في الماضي. طيب بص عندك كده عندك هنا هي الهي مع مين؟ مع الواز ولا مع الوير؟ طبعا لسه حالا قلنا يا جماعه مع الواز عشان قلنا الواز مع الاي والهي والشي والات. جميل قوي. مثال تاني example I not English an hour ago.
انا كنت بذاكر انجليزي من ساعه تقريبا، من ساعه فاتت. I studies ولا I studied ولا studying ولا study؟ بص كده يا جميل، عندك في الجمله الاول انت عندك في اخر الجمله عندك كلمه ايه؟ بص كده، كلمه حلوه قوي يا جماعه. عندك في اخر الجمله خلاص حاجه اسمها ago. ago يا شباب دي قلنا من كلمات الماضي، قلنا كلمات الماضي yesterday last ago. بدل ماضي يبقى اكيد عرفت يا مستر، اكيد اللي اخرها دي او اي دي، يبقى الاجابه يا جماعه studied. طبعا studied عشان هنا طبعا في الماضي وش اس واس ولا اي ان جي. دلوقتي يا ابطال مع فقره اكسرسايز، تمرين بسيط جدا يا جماعه ان شاء الله على الدرس اللي احنا حالا لسه شرحناه وقت، اللي هو الباست سيمبل، الماضي البسيط. مجموعه اختيارات بسيطه جدا وسهله قوي يا جماعه علشان نقدر نقيم كده مين فهم ولسه مين عايز كمان مره كمان. choose a correct word، اختر الاجابه الصحيحه. يلا يا جماعه بركه الله سهله جدا، ونشوف مين البطل اللي يقول اجابه قبل ما نقولها. رقم واحد، we نقط كده يا جماعه in a village last week. جميل جدا يا جماعه. الاجابه هنا في الماضي يا جماعه، اكيد في الماضي هتبقى were. صح، we were in a village last week. اولا عشان حاجتين، الاولاني عندك كلمه last يا جماعه من كلمات الماضي، وكمان هنا كلمه were او الضمير were جمع، الوي مع الوير يا شباب مش مع الواز. جميل جدا عشان هي جوه في الماضي. اتنين، it نقط very quiet when I lived here. شوف يا جماعه برضك هنا في الماضي في الباست، يبقى على طول خد بالك كمان عندك ات، الضمير ات يا جماعه مفرد، يبقى على طول واز. اولا يا جماعه عندك هنا ات مفرد وكمان ليفد فعل في الماضي، يبقى على طول ماضي واز او وير زي ما خدنا من شويه في الفيديو. نمبر 3 there نقط كده lots of visitors now. الجملة دي غريبة شوية. انت عندك يا جماعة في الاخر خالص كلمة now يا جماعة من كلمات المضارع am و is و are. طبعا الإجابة يا جماعة هنا هتبقى ايوه صح، يبقى are there are، خصوصا كمان عندك كده visitors زوار جمع. صح. Number 4 we play ولا plays ولا played football in the street yesterday. ركز كده معايا كده، انت عندك ايه في اخر الجمله؟ ايوه كده صح، yesterday. ده ماضي يا مستر. صح، yesterday و last و ago ماضي، والماضي طبعا دي واي دي تبقى played. صح يا ابطال، we played football in the street yesterday. جميلة جدا. Number 5 this road has ولا had ولا have lots of trucks and cars yesterday. لا برضو شوفوا يا جماعة نفس الكلام بالظبط. عندك آخر الجملة برضك لو لمحنا كده yesterday ماضي past simple. طبعا الماضي يا جماعة الفيرب اللي عندك كده في الماضي تبقى had. صح، has وهاف ماضيهم had، الاتنين يا جماعة ماضيهم had عشان عندك yesterday آخر الجملة. Number 6 there is ولا was ولا were one big tree in the garden last month. عايزك تلمح كده يا بطل برضك حاجه مهمه جدا. عندك هنا اماره في الجمله حلوه قوي اسمها last. هاي مع last من كلمات الباست سيمبل الماضي البسيط yesterday و last ago، يبقى اكيد was. خصوصا انت عندك كلمه tree شجره مفرد، ما ينفعش اقول were يا بطل. صح كده. نمبر 7 grandpa lived ولا lives ولا live here so many years ago. قلنا يا جماعه برك من كلمات الباست سيمبل الماضي البسيط كلمه ايه؟ عندك اهو ago. صح، yesterday و last ago يبقى ماضي، والماضي يا جماعه قلنا بيتكون من دو اي دي فاكرين؟ يبقى lived. يبقى grandpa lived يعني جدي كان بيعيش هنا منذ سنوات عديده مضت. Number 8 the last one. يلا شباب كده we are ولا we're ولا was 8 years old when we buried this box. شو يا جماعه؟ جميله جدا يا جماعه، دي غريبه شويه صعبه شويه بس مش صعبه عليكم. شوفوا ويا جماعه جامعه، يبقى على طول اجابه اكيد are ولا we're ولا was. ايوه وير هنا في الباست سيمبل في الماضي. مش معنى مستر ليه؟ طب ما عندك ار اهي كمان ماضي جامعه اهي، لا لكن عندك في الاخر مع لو لمحت كده في فيرب اسمه ايه؟ بيريد. بيريد مع فعل في الماضي دفن الصندوق، يعني حاجه في الماضي يبقى ووز او وير، لكن حاطين وير عشان خاطر الوي جامعه. طبعا يا شباب معاكم مستر احمد شهيب من قناه مستر انجلش. حاجه معايا يا رب يا جماعه تدعموني كده، وكمان تدعوا لي دعوه حلوه كده يا جماعه كده، يا رب انا استفدت بمعلومه لو بسيطه. قول لاصحابك على اسم القناه، واي حاجه يا جماعه ان شاء الله فعل الجرس عشان تكمل معايا بقيه المنهج كلته باذن الله رب العالمين. و
شكرا يا شباب على المتابعة.